السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع حضراتكم محمود نصير، ريسيرفوار انجينير، وبعرض لحضراتكم كورس خاص بالديناميك موديل باستخدام البتريل. والنهاردة وصلنا للخطوة رقم 12، وهي اللي احنا هنعمل موديفيكيشنز. الخطوات اللي احنا مشينا بيها، وكانت اخر حاجة اللي احنا عملنا سيميوليشن كيس، هيستوري كيس، وعرضنا الريزلتس بتاعتها، وبان معانا ماتش فظيع، يعني مفيش اي ماتش خالص، يعني الحمد لله. النهارده ان شاء الله هنعمل بقى موديفيكيشنز بحيث ان احنا ننهانس او نوصل لهيستوري ماتش مرضي بمشيئة الله. فدي الخطوة اللي احنا هنعملها النهاردة. فنبدأ كده نقول بسم الله الرحمن الرحيم، ونصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، ويلا بينا نبدأ بمشيئة الله. أنا كده فتحت الموديل بتاعنا الأرب موديل، وهنفتح هنا تشارتنج ويندو اللي احنا كنا فتحناها المرة اللي فاتت علشان نعرض عليها موضوع الهيستوري ماتش دوت، واعملها هنا على الفيلد ليفل. وكان الحاجة اللي احنا علقنا عليها المرة اللي فاتت ان صحيح انا شايف ماتش في الاويل وفي الووتر برودكشن، ادي يعني الووتر برودكشن سيميوليشن ودوت الاكشوال، ولكن في ماتش باي فورس قلنا علشان انا كنت محدد الليكويد، ولكن الغريبة ان هو ما عملش ماتش في الووتر انجكشن، وخاصة ان الرول اللي احنا بتاعت الكنترول اللي احنا كنا حاطينها في موضوع الاستراتيجي ديت، كنا حاطين كده رول بتقول ان هو يعني اعمل ماتش على الليكويد وعلى الانجكشن ريت، فهو عمل على الليكويد ولكن ما عملش على الانجكشن ريت. ايه السبب لدوت؟ فتعالوا كده نشوف الابار نفسيها بتاعة الووتر انجكشن اللي هو بير 15 وبير 26. فهنيجي كده هنا، وبدل ما نختار الفيلت هنختار بيرويل، واحنا شفنا ان بيرويل سواء 15 او 26 حقق في الفترة الاولانية لما كان بينتج، لان البير دوت قلنا كل بير فيهم كان بينتج وكان اويل بروديوسر، وبعد كده قفلناه وحولناه لووتر انجكتور. فكان في الفترة اللي هو كان بينتج فيها عمل الماتش حقيقي على الليكويد، وفي ماتش كويس على الاويل، ولكن حصل مفيش ماتش خالص هنا في الووتر انجكشن، مع ان المفروض باي فورس يعمل ماتش عليها. طيب هنتشيك كده حاجة. ده احنا فاكرين المرة اللي فاتت لما قلنا موضوع البريشر والليميت، وعملنا الليميت 15، بس الليميت 15 لو رجعنا للاستراتيجي هي اتعملت للبروديوسرز. يعني ايه ديفلوبمنت استراتيجي اهي، ونيجي على الرول اللي احنا حطيناها بتاعت الليميت وحطينا 15 بار كمينيمم للبروديوسر، ولكن كان الماكسيمم انجكشن ما حددناهاش. يعني اول ما الماكسيمم بوتوم، لان وانا بعمل الانجكشن البوتوم هول بريشر بيزيد، فانا ما حطيتش هنا للماكسيمم، ما عينتش قيمه مع ان انا عامل رول ليها. فتعالوا كده نشوف لو احنا عرضنا على الشارت ده البريشر بوتوم هول بريشر. فانا خلاص هلغي بس عشان هو بيبان عندي 4 يعني في الشارت 4 جرافس في الشارت، فهنلغي الليكويد برودكشن لان ما عنديش مشكله فيه، ولكن هنجيب البوتوم هول بريشر مثلا واقول له اوكي. فهلاحظ ايه؟ هلاحظ ان في بير 15 مثلا هو البوتوم هول بريشر ثابت عند قيمه 130، والووتر انجكشن المفروض يبقى مستمر عليه او عامل ماتش عليه، اتغير. فمعنى كده ان هو عمل ليميت منه لنفسه على البوتوم هول بريشر بالقيمة 130. تمام. طيب نيجي للبير 26، نفس الكلام برضو، البوتوم هول بريشر ثابت عند 130. فمعنى كده ان هو راح اتنقل. احنا اتفقنا في ايه لما قلنا هعمل ليميت؟ فهو لما يوصل للليميت ده يلغي موضوع الكنترول، خلاص يخلي الكنترول بتاعه الليميت ده ويثبت عليه. تمام. فهو عمل ليميت هنا للابار الانجكتور ب 130، سواء للبير ده او البير دوت. ف اللي هيتطلب مني دلوقتي اللي انا هروح للرول ديت بتاعت الليميت واغيرها، او احط قيمه فيها 300 ان هي يعني انا هعلي سقف الماكسيمم بتاعي
بحيث اخليه يعني يطلع بالبريشر براحته، بس يحقق لي الكنترول بتاع الانجكشن ريت دوت. تعالوا نشوف يعني ازاي عشان تبقى الصورة واضحة لحضراتكم. هنعمل استراتيجي تانية عشان بس نشوف الفرق ما بين الاتنين. فهنيجي كده عند الهيستوري استراتيجي دي، وهندوس كليك يمين وادوس ديفلوبمنت استراتيجي، فهخلي على الايديت ديت، وبعد كده هقول كريت نيو. لما بخلي الحاجة على الايديت واقول كريت نيو، فهو في موضوع الايديت بيحافظ على البارامترز اللي فيها في الاستراتيجي اللي قبليها دي، يعني الابار ومش عارف ايه والجروبز، ما اعملهاش تاني من الاول وجديد، بتبقى جاهزة عندي على اخر حاجة. فهخلي كده هنا، وهسمي الاستراتيجي ديت، هسميها مثلا نسميها ايه، history strategy 2. تمام. وهحط هنا في خانة الكومنت ان انا هعمل كنترول بوتوم هول بريشر 300 بار فور ووتر انجكتور، يعني ابار الووتر انجكشن هخلي فيها 300 بار، على اساس ان انا ارفع سقف الليميت بتاعي، سقف الماكسيمم بريشر بتاعي للابار، علشان ما تحصلش ان هو يتنقل من الكنترول اللي انا عامله. هنعملها بقى ازاي؟ حاجه على الهيستوري بريشر ليميت كده، واخليها للانجكتور 300. وبعد كده ابلاي فوق اوكي. فالسيفت عندي هنا الهيستوري استراتيجي 2. هاجي بقى في الكيسز، في رنة السيميليشن دي انا خدت الهيستوري استراتيجي اللي هي الاولانيه خالص، اللي انا ما كنتش عامل كنترول او مش عامل ليميت ولا ايه لموضوع الووتر انجكشن دوت بريشر. هاجي في الكيسز هنا، اما هدوس كليك يمين على دي واعمل نفس الكلام ديفاين سيميليشن كيس، او اللي انا هاجي في السيميليشن هدوس ديفاين كيس، فهجيب لي باي ديفولت كده ان هو اديت على الرنة الاخيرة اللي فاتت. نفس الكلام لما يكون هو مشاك اديت على حاجة وانا اقول له كرييت نيو، فهو بياخد كل البارامترز بتاعة الايديتنج للحاجة اللي اتعملت قبليها، يعني للسيميوليشن كيس اللي اتعملت قبليها، علشان ما اقعدش ادخلهم تاني كل الكلام دوت. فهسمي ديت history underscore case، وهنسميها عشان بس تبقى باينة قدامنا كده كنترول بريشر 300، بدل ما اقعد اكتبها في الديسكريبشن في الكومنت. يعني خلاص كده بقت واضحة عندي. كل اللي هعمله اللي انا هاجي في الاستراتيجيز ديت واقول له لا انا مش عايز دي خالص، انا دخلي الهيستوري استراتيجي 2 اللي انت عملت له الكنترول بقى بتاع الايه، بتاع الووتر انجكتور بوتوم هول بريشر بتاعها، واقول له هنا ابلاي. والله فهو اوريدي خلاص سيفها هنا. جاست كده اللي انا بقى هدوس رن علشان ارن الكيس ديت. فانا هعمل هولد كده بقى للفيديو عشان بس مضيعش وقت حضراتكم، وهنرجع تاني ان شاء الله باذن الله اول ما تخلص الرن. رجعنا كده تاني وخلاص الرن مشيئة الله وشكت على الانتهاء في اخر شهر كده ليها. خلصت كده خلاص ان شاء الله. فخلاص كده الرنة ديت خلصت. هدوس كده اوكي، واجي على التشارت بتاعنا، وانا دلوقتي عارض ايه؟ عارض الهيستوري كيس الاولانيه خالص مع الاوبزرفد داتا. هعرض دلوقتي معاهم الهيستوري كيس كنترول بعد ما عملت بقى كنترول على البريشر عشان نشوف التغيير حصل ايه. ادوس اوكي. فاللي بالاخضر دوت هو الكيس الجديده، اللي بالبن دوت هو الكيس القديمه لما كنتش عامل كنترول. فادينا شفنا لما عملت اوريدي كنترول على موضوع البريشر ان هو سوري، لما عملت ليميت للبريشر خليته الماكسيموم 300، يعني لو وصل ل 300 يا عمي
ما تمشيش على ده واثبت على التلتمية، ما تلغي الكنترول اللي انت عامله واثبت على التلتمية، بس لان هو اوريدي موصلش للتلتمية ديت فمشي على الكنترول اللي انا عامله له. ده بالنسبة لبير 15، وكذلك برضو هيبقى بالنسبة لبير 16. ولو شفنا بقى على بقية الابار مثلا، الماتش نوعا ما بدأ ينطق شوية او يتعدل شوية. ليه؟ لان هو كان الووتر انجكشن مش واصل للابار دي، يعني في الرنات اللي فاتت او الرنه اللي فاتت ولا ايه، كان الووتر انجكشن قليل، فبالتالي تأثير المية القليلة يعني اقل بكتير من الاكشوال دوت اثر اوريدي على موضوع انتاجية المية في الابار، ان المية كانت معدومة خالص، بس انا لما ظبطت الووتر انجكشن شوية فالمية زادت. طيب هيبقى لسه برضو ستيل انا مع الماتش مش كويس في الابار بتاعتي، او على التوتال فيلد برضو انا مش واخد ماتش مرضي ان انا اوافق عليه يعني. فهنحتاج اللي احنا زي ما شايفين كده ده على مستوى الفيلد. ده بالنسبة للاويل بروتكشن. لو جبنا الليكويد ريت برضو عشان يبقى واضح معانا، ده اللي احنا الكنترول الاساسي. فدي الليكويد ريت اوريدي كده كده انا محققه. دوت الووتر انجكشن اوريدي خلاص حققته بعد ما عملت بقى الليميت ل 300 الابار الانجكشن، ولكن لسه عندي مسماتش في موضوع الاويل وموضوع الووتر، فبالتالي دي محتاجة بقى موديفيكيشنز اساسية نعملها. يعني مجرد اللي احنا عملناه في الخطوة دي، اللي احنا راجعنا شفنا فيه مشكلة فراجعنا السبب بتاعها، فلقينا مش موديفيكيشنز ولكن هو كان تصحيح لخطوة اتعملت قبل كده، اللي هي خطوة الاستراتيجي اللي انا ما حددتش موضوع ليميت. وبالمناسبة على فكرة، انا لو في الاستراتيجي نفسها يعني جيت في الاستراتيجي دي او دي ووقفت كده وجيت على موضوع الليميت، لو انا كنت شلت الرول ديت خالص، يعني مش عامل ليميت اساسا، كانت هتظبط معايا زي دلوقتي. ليه؟ لان هو كان هيفضل ماشي على الكنترول ده من غير اي قيود، ولكن بما ان انا بس حاطط الرول دي، مجرد اللي انا حاططها حتى لو ما حطيتش قيمة هنا، فهو خدها باي ديفولت ان بقيمة اللي عند ال 130 في السوفت وير، ان هو خلاص هيوقف عندها او هيوقف الكنترول عندها ويبقى يحول الكنترول لموضوع الليميت. تمام؟ لمجرد اللي انا حاطط رول. انما لو ما كنتش حاططها من الاول، يعني لو جيت في الهيستوري استراتيجي 1 دي انا ما كنتش حاطط الرول ديت من الاساس، يعني عملت لها مثلا كده ورحت ديليت، فما كانش هيأثر في حاجة، وكان هيفضل ماشي على الكنترول بتاع الووتر انجكشن. فلما الاقي دي النقطة الأولانية اللي احنا عدلناها، هو تصحيح لنقطة في الخطوات ظهرت عندي مش موديفيكيشنز أساسية. هقسم كده الفيديو ده برضو تقريبا هيبقى على 3 مرات بمشيئة الله. فده الجزء كده الأولاني. في الجزء التاني هنعمل موديفيكيشنز بحيث اللي احنا بقى نعدل موضوع حركة المية وحركة الزيت، يا ترى ايه اللي أثر فيهم يعني. وزي ما هنشوف كده في الفيديو اللي جاي بمشيئة الله. والسلام عليكم مؤقتا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مؤقتا.